بيقولوا دايما إن التاريخ يكتبه المنتصرون، وإن كل رواية تاريخية لها جانب آخر هي رواية المنهزم. والقصة التاريخية اللي هكلمك عنها دلوقتي دي مش قصة، دي فعلا حوار، دي حاجة غريبة جدا. انت تعرف ان في 10 ايام اتحذفوا من التاريخ بالكامل، ودي لا رواية مهزوم ولا منتصر، دي الرواية الرسمية الوحيدة. الكلام ده حصل سنة 1582 لما نام العالم وصحي لقى نفسه نط 10 ايام، وتحديدا يوم 4 اكتوبر تاني يوم مباشرة كان 15 أكتوبر. والحوار التاريخي اللي بقوله لك ده حدث فعلا، ومفيش أي نظرية مؤامرة في الموضوع. وده لأن العالم زمان كان بيستخدم نوع من أنواع التقويم اسمه التقويم اليولياني. التقويم اليولياني ده يا سيدي تم تأسيسه ووضعه سنة 46 قبل الميلاد على يد مين؟ يوليوس قيصر. بس المشكلة في التقويم ده إنه كان فيه غلطة صغيرة شوية، وكل سنة فيها غلطة في 11 دقيقة، وال11 دقيقة دول لما نجمعهم من تاريخ تأسيسه 46 قبل الميلاد لسنة 1582 هيجمعوا معانا 10 أيام كاملين. وهنا بقى تظهر شخصية تاريخية مهمة جدا، البابا غريغوريوس الثالث عشر. وده لأنه قرر فعلا إنه يصلح الغلطة دي، لكن بطريقة كانت صادمة شوية. وقرر يا سيدي بمنتهى البساطة إنه يحذف ال10 أيام اللي عاملين المشكلة دول. فناموا الناس يوم 5 أكتوبر 1582، صحيوا لقوا نفسهم يوم 14 أكتوبر 1582. تقدر ترجع على الكالندر وتشيك، خليك فاكر 1582 هترجع كتير، لكن شهر 10 هتلاقي يوم 5 مباشرة بعد يوم 14، وفي 10 أيام مش موجودين. ودي عموما نظرية موجودة عند الغرب، في ناس بتنادي بيها واسمها فانتوم تايم هايبوثيسيس. فأنا مش جايب لك كلام من عندي، دي نظرية اسمها نظرية الوقت الشبحي، واللي بتدعي إن الدارك ايجز ال 300 سنة بتوع العصور المظلمة هما كمان اصلا ما حصلوش. وبالمناسبة يعني مش كل الدول التزمت بقرار حذف ال10 ايام، في بعض الدول قررت وحذفت، لكن مثلا بريطانيا ما قررتش ان هي تمشي على الكلام ده وتحذف ال11 يوم الا سنة 1752. وفعلا هم كمان حذفوا 10 ايام من التاريخ. يعني فعلا في كتاب التاريخ بدون نظرية مؤامرة في 10 ايام كاملين مش موجودين نهائيا، بأحداثهم وبتواريخهم وبكل اللي حصل فيهم. والسؤال المهم، هل ال10 أيام دول بس اتلغوا على الورق، ولا في أحداث مهمة وحصلت في الوقت ده واحنا مش عارفين؟ ولو رجعت حضرتك في تليفونك والكالندر وشفت دلوقتي سنة 1582 ولقيت ان مفيش نظرية مؤامرة، في فعلا 10 ايام من التاريخ ممكن نحذفهم، اكتب لي في التعليقات اي 10 ايام تحب تحذفهم من التاريخ. ونرجع لبداية الفيديو تاني واقول لك ان التاريخ يكتبه المنتصر، لكن في رواية دايما للمنهزم. لو أول مرة تعرف المعلومة دي شرفني بالاشتراك في قناة الخلاصة مع وائل. سلام.